بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ زهقتي من البانيه المقلي؟ طيب زهقتي من البانيه المشوي؟ تعالي النهاردة بقى نعمل البانيه بطريقة كده تحفة جدا. هنعمله بشوية خضار، وهنعمل جنبه كده طبق مكرونة، أكلة سريعة حابة يتاكل بالعيش زي ما تحبي. يلا بينا نبدأ على طول في الوصفة بتاعتنا. هاتي طبق كده اللي هتشتغل فيه، انزلي بمعلقة كبيرة من العسل الأسمر، ننزل عليها كمان بعصير ليمونة. عصير ليمونة كبيرة كده بيدي مزازة وفي نفس الوقت ما بيخليش أي زفارة في التتبيلة. بعدين ننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا، عبارة عن معلقة كده من البصل والثوم البودرة، نص معلقة من الكركم، ننزل عليها كمان بنص معلقة من البابريكا، انزلي عليها كمان بقى كده برشة من الزعتر، وكمان بقى جنزبيل وقرفة، وننزل عليها طبعا بالفلفل الأسمر والسبع بهارات والملح. وطبعا التوابل برضو على حسب الرغبة، حابة تحطي تستكفي بحاجة، تستغني عن حاجة، تزودي حاجة. التوابل دي احنا عارفين ان كل حد بيبقى مرتاح كده في توابل معينة بيحب يستخدمها في الأكلات بتاعته. قلبي بقى التتبيلة القمر دي. هاتي بقى الصدور بتاعتك، انا مقطعاها زي ما انت شايفة شرايح. انا مش عايزاها شرايح رفيعة قوي زي الشاورما، انا عايزة تكون قطعة الفراخ باينة كده. قلبيها بقى في التوابل الحلوة بتاعتنا دي. وطبعا زي ما احنا متعودين بنتبل الفراخ او اللحوم بتاعتنا ونركنها في التلاجة ساعتين لغاية ما نيجي نشتغل. زي ما انت شايفة اللون والريحة، مش قادرة اوصف لكم كانت ريحة التتبيلة في الوقت ده بجد كانت خطيرة. وبالمناسبة ممكن التتبيلة دي تشتغل بيها للشاورما، هتبقى برضو في حتة تانية. نيجي بقى لمرحلة التسوية. هاتي بقى صينية كده، انا كنت مجهزة لهم الخضار ده زي ما انت شايفة كده، بصل جوليان وطماطم وفلفل. في التسوية انا بجيب صينية اسخنها كويس على النار، وانزل عليها بمعلقتين بس من الزيت، معلقتين بس ما تكتريش زيت. لو عندك الجريل اللي مش بيلزق ومش حابة تحطي اي دهون، ممكن تمشيها من غير اي دهون وتبقى صحية مليون في المية. انا يا دوبك حاطة معلقتين بس من الزيت، وزي ما انت شايفة ما بتنزليش الفراخ كلها مرة واحدة. زي ما انت شايفة انا بحاول، عايزة الفراخ تبقى جنب بعض، مش عايزاها تبقى فوق بعض ان هي بقى الاقيها طريت كده ونزلت السوائل بتاعتها وما بقتش حلوة. انا عايزة الفراخ بتاعتنا تاخد الصدمة كلها، كل قطع الفراخ تاخد الصدمة. مش بقلبها على طول، بستنى عليها كده كام دقيقة. في الوقت ده بقى كده ابدأ ادي تقليبة واستنى برضو شوية، يعني مش ايدك فيها لغاية ما تطر الفراخ، يا دوبك تقليبة وتستني عليها تاني. يا ترى بقى لو وصلنا لحد هنا كده حطيتي اللايك والكومنت الجميل ولا لسه؟ زي ما انت شايفة بقى كده الفراخ بتاعتنا نشفت ومفيش مش منزلة سوائل ولا حاجة. زي ما انت شايفة بقى كده في المرحلة دي بنبدأ ننزل بالخضار بتاعنا. اول حاجة بنزل طبعا بالبصل، ندي البصل تقليبة كده كويسة، وندي كمان الخضار بتاعنا. في الوقت ده كده انا كنت سلقة مكرونة، كنت مولعة على المكرونة تتسلق. طبعا انتي لو مش حابة تعملي مكرونة وحابة تتاكل في سندوتشات بتبقى تحفة، بتبقى خطيرة. آه، البصل يا دوبك بيبدأ يدبل معانا، انزل بقى ببقية الخضار بتاعنا. طبعا الخضار اللي انتي حباه، لو حابة تحطي فلفل الوان حطي، احنا مش بنحب طعم الفلفل الالوان فما مش بحب اضيفه في اي اكلات، بستكفى بالفلفل البارد والفلفل الحار. ويا دوبك طماطمايه او طماطميتين بالكتير، ما تكترش الطماطم فيها علشان ما تبقاش طريه زياده عن اللزوم. يا دوبك طماطمايه كبيره كده، والفلفل طبعا بجد كانت خطيره. الوصفه دي كلها ما بتاخدش على البوتاجاز، ما بتكملش تلت ساعه بتكون استوت. زي ما انت شايفه باللون والريحه، مش قادره اوصف لكم، كانت ريحتها خطيره. بس كده انا كده خلصت الوصفه بتاعتي. زي ما انت شايفة وصفة صحية وسهلة. قدميها بقى بألف هنا وشفا. وربنا يحسن ما بين ايديكم.
بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.